زي ما وصلنا في مطعم بقالي لأكل فريد ومميز من نوعه، كان لازم كمان نوصل لقعدات وديكور وأجواء هي كمان تكون فريدة ومميزة من نوعها عشان التجربة تكمل. وده اللي هتلاقوه في كل ملي فعلا جوه المكان، سواء القعدات أو الديكور، عشان يبقى فيه تناغم ما بين جمال الأكل وجمال القعدة والأجواء. وعشان الجمال ده يزيد قلنا لازم نسليكم حبايبنا وضيوفنا. وانت قاعد مستني الأوردر، فكك بقى من الموبايل وتعالى نلعب مع بعض الألعاب بتاعت زمان، الالعاب اللي فيها روح وبتجمعنا كلنا وبتطلع الضحكه من جوه القلب. نزلت اخترت لكم مجموعه لطيفه من الالعاب، عايزكم تيجوا تجربوها وتقولوا لي ايه اللي ناقص عشان نزوده. بس وانا بشتري الالعاب دي افتكرت ان انا مش حاطط اي حاجه فيها خضره او ورد، لذلك اول ما شفتها خطفتها على طول. الجمال بقى هنا بيجي لما بلاقي العملاء وهم قاعدين بيلعبوا وينبسطوا بالالعاب دي بعد ما رصيتهم بنفسي على كل ترابيزه. فبقت العملاء بتلعب وتنبسط حتى وهي مستنيه الاوردر بتاعها. حد لسه مش عارف العنوان بتاعنا؟ انتوا كده جايين تلعبوا يا رجاله؟ ايه دي؟ وريها لي كده. لا يا حبيبتي، تعالي مطعم بقالي وهخليكي تلعبي بيها.